ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن افضل انواع كلاب الرعاية في العالم. بس قبل ما نبتدي لازم نعرف ان انواع كلاب الرعاية مختلفة. في منها اللي بيرعى الماشية والطيور فقط ولكنه مش حراسة. يعني لو في تهديد الكلب مش بيدافع عن القطيع لانه مش كلب شرس، وبيكون مجرد تنبيه بس. ودوره الرئيسي انه بيحاول الحفاظ على القطيع وعشان مفيش ماشية تخرج بره. ولكن في انواع بتكون راعي وحراسة في نفس الوقت، والانواع دي اللي بتقدر تتخذ قرارات بدون صاحبها لصالح الدفاع عن القطيع. والنهاردة هنتكلم عن النوع الاول فقط. يلا بينا نبتدي. رقم 10، البولي. كلب راعي مجري بيتميز بشكله الغريب اللي بيشبه الماشية، وده بيديله فرصة انه يستخبى بينهم. كلب ذكي ووفي لصاحبه ومطيع. رقم 9، كلب الراعي الأسترالي. كلب ذكي جدا وعنيد وقوي جسديا بالرغم من حجمه الصغير. نشيط جدا وشجاع وطاقته عالية وبيحتاج لتدريب كتير. رقم 8، البومي. كلب راعي وأسرة مجري، شكله غريب جدا بيشبه الدباديب اللعب. كلب نشط وذكي ولكن صوته عالي. رقم 7، الكورجي. كلب راعي وأسرة ويلزي، بالرغم من شخصيته المحبة والمرحة ولكنه عنيد. بيحب اللعب والجري كتير. بيستخدم راعي الماشية في جماعات. رقم 6، المودي. كلب راعي مجري ويعتبر نوع نادر. بيتميز بفروته متعددة الألوان. طاقته عالية، حذر وذكي. رقم 5، البرنيس ماونتن دوج. كلب راعي وأسرة سويسري. بيتميز بطبعه المحب للحيوانات والناس. شكله جميل وطبعه هادي. طاقته قليلة، وكان بيتم استخدامه كمان في جر العربيات اللي عليها البضائع. رقم 4، الراف كولي. كلب راعي ويلزي. كلب ذكي جدا ووافي لصاحبه وأسرته. بيتميز بشكله الجميل وطبعه الهادي ولكن طاقته عالية. رقم 3، الأولد إنجليش شيب دوج. كلب إنجليزي بيتميز بشكله الكرتوني، ولكنه بالرغم من شكله إلا إنه كلب قوي جدا جسديا وبتاع شغل ومش خواف. كلب راعي ممتاز وينفع كلب تنبيه. رقم 2، الراعي الأمريكي أو المانيتي الأمريكان شيبرد. كلب أمريكي بيتميز بألوانه الجميلة وسرعة حركته. كلب راعي وأسرة ممتاز ولكنه لا يصلح للحراسة. رقم 1، البوردر كولي. كلب اسكتلندي مصنف كتاني أذكى أنواع الكلاب في العالم. كلب سريع التعلم وسريع الحركة. يصلح رعاية الماشية والطيور ولكنه مش حراسة. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب، ولو عايز تعرف معلومات أكتر عن كل نوع تقدر تلاقي الفيديو بتاعه على القناة. سلام.